أثارت مشاركة هيثم حسن مع منتخب مصر أمام أستراليا الجدل بسبب موقفه القانوني من تمثيل الفراعنة بعدما كان لاعبا بصفوف منتخبات فرنسا للفئات السنية من قبل. وكشفت الصحف الأسترالية التي ودع منتخبها بطولة كأس العالم على يد مصر عن تعجبها من مشاركة هيثم حسن قائلة: هناك جدلا يلاحق منتخب مصر بعد مشاركة هيثم حسن لأن اسمه ليس ظاهرا على موقع فيفا ضمن اللاعبين الذين قاموا بتغيير جنسياتهم، لكن بحسب الكواليس فإن هيثم حسن كان بحاجة لتغيير جنسيته بعدما لعب لمنتخبات فرنسا السنية، وكان هذا الأمر يتطلب عدة إجراءات من بينها رفع المستندات على نظام الفيفا لتوثيق جنسيته الرياضية بشكل نهائي. ورغم تأخر هذا الإجراء بسبب خطأ إداري مما تسبب في غياب اللاعب عن دور المجموعات، إلا أن هذه الأمور استكملت وانتهت بالفعل، ووصل رد الفيفا بتأكيد قانونية مشاركة هيثم قبل مواجهة إيران. ولذلك فإن مشاركة هيثم حسن ضد أستراليا تعد قانونية 100%، وليس هناك أي خطر بالاستبعاد لمنتخب مصر.